بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي الزملكاوية، أهلا بيكم في فيديو جديد مع دورينا غير أي دوري. يا ابن المحظوظة، بتبقى في بقك وتقسم لغيرك. النادي الأهلي بيتوصل إلى اتفاق من أجل عودة اللاعب محمد شريف إلى النادي الأهلي من جديد. خليني أقول لك إن خلاص النادي الأهلي حسم صفقة محمد شريف. محمد شريف أهلاوي لمدة 5 سنين. ألف مبروك لمحمد شريف عودته للنادي الأهلي مرة أخرى. أنا كزملكاوي زعلان، بصراحة زعلان، لأن كان خلاص محمد شريف على أعتاب النادي الزمالك. محمد شريف كان قريبا جدا من ارتداء التيشيرت الأبيض. كنا خلاص كلنا زملكاوية بنقول محمد شريف زملكاوي، لكن النادي الأهلي بيقطع الطريق على نادي الزمالك وبياخد محمد شريف. محمد شريف اللي انتظر النادي الاهلي مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره من اجل ان هو يرجع للنادي الاهلي مره اخرى، وقد كان بالفعل محمد شريف بيرجع تاني للنادي الاهلي. بس خليني اقول لك ان محمد شريف لاعب محترم، لاعب وفي للنادي الاهلي، غير الجعان اللي عندنا. اول ما اترماله قرشين زياده خد بعضه وجري على النادي الاهلي. ادي الفرق بين اللاعب ده واللاعب ده. خليني اقول لك كمان ان النادي الاهلي ما كانش محتاج في الفتره اللي فاتت محمد شريف. طيب احتاجوا دلوقتي، احتاج ليه النادي الاهلي محمد شريف؟ النادي الاهلي فشل في التعاقد مع مصطفى محمد اللي اداهم قفا ما كانوش يحلموا بيه، ورفض ان هو يتعاقد مع النادي الاهلي، ورمى الملايين اللي كانت النادي الاهلي، ملايين الدولارات اللي الاهلي كان هيدفعها لمصطفى محمد، رماها تحت رجليه وما بصلهمش. علشان كده كانوا بيحاولوا يتعاقدوا مع اللاعب اسامه فيصل، لكن البنك الاهلي رفع العرض ل 80 مليون جنيه. فالنادي الاهلي شاف ان المبلغ اللي هيدفع في اسامه فيصل كبير جدا، فقال لك انا ارجع بقى واتعاقد مع محمد شريف، ادفع له 10 مليون 12 مليون 15 مليون افضل من ال 80 مليون جنيه اللي كنت هدفعهم في اسامه فيصل. طبعا عامه محمد شريف لاعب محترم، فضل منتظر النادي الاهلي لاخر لحظه، وقد كان بالفعل النادي الاهلي راجع حساباته، او خلينا نقدر نقول ان هو فشل في ان هو يجيب صفقه مهاجم سوبر للنادي الاهلي، فما لقاش غير محمد شريف علشان يتعاقد معاه من جديد. خلينا نقول لمحمد شريف ألف مبروك على عودتك للنادي الأهلي مرة أخرى. طيب تعالى كده نتكلم عن نادي الزمالك بقى. خلاص يعني احنا خلاص ابتدينا نعرف وابتدينا يعني نشوف ان هي ابتدت تنقط في نادي الزمالك صفقات ابتدى نادي الزمالك يندع، وابتدينا نعرف الصفقات اللي بيتعاقد معاها نادي الزمالك. طيب أحمد شريف مهاجم نادي فاركو، زملكاوي لمدة 5 سنين مقابل 35 مليون جنيه. نادي الزمالك سدد منهم 10 مليون جنيه وحصل على الاستغناء بتاع اللاعب. خلاص اللاعب أصبح زملكاوي، أحمد شريف زملكاوي. ألف مبروك لأحمد شريف انضمامه إلى القلعة البيضاء. طيب خلينا نتكلم عن الصفقة الثانية اللي هي قريبا جدا من نادي الزمالك، وهو اللاعب اللي انا بعتبره طارق حامد. هو حامد حمدان، اللاعب الفلسطيني ولاعب خط وسط بتروجيت، اصبح قريبا جدا من نادي الزمالك وعلى اعتاب نادي الزمالك. يعني ممكن النهارده او بكره نشوف حامد حمدان لعيب في نادي الزمالك. بصراحه لعيب قوي، لعيب يعني شرس وسط الملعب، ده طارق حامد من جديد. فإدارة نادي الزمالك خلاص قريبا جدا من التعاقد مع حامد حمدان. إدارة نادي بتروجيت طالبة في حامد حمدان 35 مليون جنيه. إدارة بتروجيت طالبة 30 مليون جنيه من نادي الزمالك زائد لعيب إعارة. خليني اقول لك ان نادي الزمالك خلاص هيخلص صفقه حامد حمدان، لاعب خط وسط بتروجيت، لاعب قوي ومهم جدا لنادي الزمالك. نادي الزمالك هيدفع 30 مليون جنيه
وهيطلع لاعب اعاره من اللعيبه كده كده اللي هتخرج من نادي الزمالك. فده خبر كويس ان احنا ابتدينا نعرف صفقات نادي الزمالك. طيب خلينا بقى نسيبنا كده من حامد حمدان اللي هو خلاص على اعتاب نادي الزمالك، خلينا نتكلم في خبر مهم جدا، صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز، وان شاء الله باذن الله تتم زي ما احنا كزملكاويه عايزين. في صفقة تبادلية بين نادي الزمالك وبين نادي بيراميدز. طيب ايه مين اللعيبه اللي هترحل من نادي الزمالك لبيراميدز، ومين اللعيبه اللي هتيجي من بيراميدز لنادي الزمالك؟ خليني اقول لك ان نادي الزمالك طالب محمود صابر لاعب خط الوسط اللي هو اساسا ما بيلعبش في بيراميدز، مش عارف هو باين عليه اعاره او حاجه زي او مصاب. طيب كمان اللاعب اللي هو الجناح المهاجم جناح محمود زلاكا. محمود زلاكا محدش يختلف عليه، كلنا شايفين محمود زلاكا متألق هذا الموسم، لكن ما بيلعبش مع بيراميدز، بيلعب مع سيراميكا، طالع اعاره لسيراميكا، فاصبح نادي بيراميدز مش محتاجه. فنادي الزمالك طالب محمود زلاكا ومحمود صابر من نادي بيراميدز، وكمان في لاعب ثالث لكن مش موجود في الصفقه التبادليه وهو محمد رضا بوبو. لكن خلينا نتكلم في الصفقتين دول. طيب نادي بيراميدز طالب مين من نادي الزمالك؟ نادي بيراميدز بيطلب محمد صبحي وبيطلب ناصر ماهر. طيب انا شايف ان اداره نادي الزمالك ممكن تستغنى عن 3 لعيبه مش 2، ممكن تستغنى عن 3 لعيبه، لكن تفريط في ناصر ماهر لا. احنا محتاجين كل لاعب قوي مع نادي الزمالك. حراسة المرمى احنا ممكن نعوضها، عندنا محمد عواد، عندنا حارس تاني بعد محمد صبحي الحارس الثالث، ممكن نتعاقد مع حارس تاني من الدوري مش مشكلة، لكن احنا اهم حاجة ان احنا نحافظ على قوام الفريق. ناصر ماهر لعيب مهاري، لعيب قوي، لعيب سريع، لعيب يقدر يصنع الفارق زي عبد الله السعيد، محدش يختلف عليه. ناصر ماهر لما بيكون مركز في الملعب هتاخد منه شغل عالي جدا. انا شايف ان التفريط في ناصر ماهر لا. انت ممكن تطلع محمد صبحي ماشي، ممكن تستغنى عن مصطفى الزناري ماشي، ممكن تستغنى عن مصطفى شلبي ماشي، ممكن تودي لهم دونجا تاني ماشي، لكن ناصر ماهر لا. دي الصفقة التبادلية بين نادي الزمالك وبين نادي بيراميدز. لكن خلينا نشوف الفترة اللي جاية ايه هي الاسماء بالظبط، لكن دي المعلومات او الاخبار اللي طلعت عن الصفقة التبادلية، لكن لسه مفيش كلام رسمي ما بين نادي الزمالك وما بين بيراميدز. وان شاء الله باذن الله يعني جون ادوارد يكون موفق في الصفقات اللي هيجيبها، واحنا كلنا خلف نادي الزمالك في الفترة اللي جاية ان شاء الله. خليني اقول لك كمان ان نادي الزمالك هيعلن عن صفقة المدير الفني ان شاء الله باذن الله النهارده. وفي النهاية ما يسعنيش غير ان انا اشكر حضراتكم. سلام.